انت ولا ديال المدرسه ولا ديال. لا شوف استاذ، انا بغيت نسولك انت واش ما عمرك خالفتي قوانين السير؟ واش شتي دابا؟ ودابا تنشكرك انت على، ولكن انا كنقول لك صحيح. انا شوف انا ما خبيتش، وتنقول لك واحد القضيه اليوم خصنا نقولوا واحد القضيه، تنقولوا لرجل الشرطه دير القانون، طبق القانون. وكلنا في البرلمان ماشي ملي نسمعوا شي رجل الشرطه نوقفوا كاملين هنايا ونقولوا هذا ما علاه. شوف هذه عيطوا عليا فيها، قولوا علاش هذا رجل السلطه ملي طبق القانون في حق هذا الشخص اللي عنده واحد المكانه ما نعرف شنو في المجتمع ولا في الدوله ولا ولد شي واحد ولا الله اعلم، علاش اللي ما وقفتيش؟ انا كنعتقد ان حنا اليوم عملنا انتقال من ضبط المجتمع الى خدمه المجتمع، وهذا الشيء جاء في الخطاب ديال جلاله الملك البارح ودخل عليا السرور، وما نخبيش عليكم قلتها ليه، لانه هذا واحد الشيء، هذاك المفهوم الجديد ديال السلطه اللي فيه، وغترجع الامور تدريجيا باش حتى ذاك رجل الشرطه حتى هو اللي تنقولوا له في نفس الوقت ما تاخذش الرشوه. راه ديك 10 ديال الدراهم ولا 100 درهم اللي كتاخذ راه تقدر تسبب في القتل ديال شخص تلقاه فوق الظهر ديالك يوم القيامه وفي الرقبه ديالك يوم القيامه. ولكن يعني تقنع بداك الشيء اللي عطاك الله، ولكن في نفس الوقت راه المجتمع كيحميك من خلال المؤسسات ديالو، من خلال البرلمان، من خلال مجلس النواب. واما المشاكل اللي كاينه هي كثيره. راه قال لك واحد الاخ قال لك حنا ولينا ولاد الفشوش، ما كناش ولاد الفشوش. المنطق ديال الفشوش كاين هنالك القانون اللي زجريه، والاخوان قال لك القانون ما كافيش، والضغط ما كافيش، والضرب ما كافيش، ولكنه ضروري لانه المجتمع تيربي في المدرسه. ولكن ملي كيدخل الانسان للمجتمع الى خلف القانون تيخصو يلقى امامه، ولا اذا اساء الى المجتمع تيخصو يلقى امامه القانون، وتيخصو يلقى امامه السلطه، وتيخصو يلقى امامه الصرامه، وتيخصو يلقى امامه العداله باش تكون الامور واضحه. وهذا فرع على الشجاعه والاراده باش دير.